الآن ابن مهرة. لا شيء يشبه هذه البلد المختلفة في كل شيء. اليمن تمتلك تنوع ثقافي وإرث حضاري كبير. الأزياء الشعبية اليمنية كثيرة ومتنوعة جدا. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نحاول نسلط الضوء على أحد هذه الأزياء الخاصة بالنساء. حياكم الله في ابن مهرة ولا متعلم سنة. الأزياء الشعبية، فتنوع الأزياء الشعبية كثيرة، فكل منطقة تتميز عن منطقة أخرى بالزي الشعبي. في هذه الحلقة حاولنا نسلط الضوء على الأزياء النسائية ومن يعمل بها، كونها مهنة قديمة ومهنة مهددة بالاندثار، ومن يعمل بها أناس قليلون جدا. ولكي نصور هذه الحلقة نزلنا إلى صنعاء القديمة نبحث عن أحد الخياطين الذين ما زالون يخيطون هذه الملابس التقليدية اليمنية القديمة. ورغم الملبوسات القادمة من الخارج، لكن ما زالت هذه الملبوسات القديمة وبالتفصيل القديم تحظى بشعبية كبيرة بحسب أصحاب هذه المهنة. هذه المهنة تحتاج إلى حس فني والكثير من التركيز العقلي، فمن يعمل بها بكل تأكيد هم فنانون في الأساس. في هذا المكان الضيق وجدنا هؤلاء العاملون يعملون ويعرضون بضاعتهم للناس، ويعتبروا الوحيدين في هذه المنطقة الذين يقومون بهذا العمل الذي قد اندثر في كل مكان. هذا المكان الصغير يحافظ على الأزياء النسائية التقليدية، ولديه رواق كثير بحسب ما يقول صاحب هذا العمل. في هذا المعمل أخذنا هذا الحوار مع هذا الرجل الذي سلط الضوء على هذه المهنة أكثر. الأزياء الشعبية اليمنية كثيرة جدا وغنية على التعريف. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نحاول تسليط الضوء على أحد الأزياء اليمنية الشعبية وعند أحد صانعين هذه الأزياء. مساء الخير، صباح الخير أول حاجة. صباح المساء يعني بسم الله. ها طيب أنتم هذا معملكم في البداية، إيش تنتجوا في هذا المعمل؟ ننتج فيه أكثرية عملنا هو الأزياء على الزمن العربي الذي يلبسنها العجائز والقبائل حق صنعاء. يمنية قديمة. يمنية قديمة. وأكثر ما يلبسن أو يشترين هذا القماش والزمن العربي هم القبائل، أصحاب أرحب، أصحاب الحتارج، أصحاب بن الحارث، أصحاب خولان. والجدود الطلة الجديدة والجيل الجديد أغلبيتهم الذي يلبسن هذا أصحاب العجائز، القبائل الأصل، أصحاب الحيمة. طيب أشتغل لك شغلة، كم تاريخ هذا الزي يعني قديم؟ أول ما بدينا نشتغل الزي هذا قبل أكثر من 30 سنة. أنتم؟ أيوه. بس هو كان الزي الرسمي حق النساء أعتقد. الزي الرسمي والوحيدين الذين نشتغل الزمن العربي إحنا. أنتم الوحيدين في المنطقة هذه؟ الوحيدين في المنطقة. في جدود بس ما طبقوش العمل حقنا تماما. ولهذا أنا قلت لك يعني أنك الوحيد اللي عادك. الوحيد هذا الزمن العربي إحنا الذين نخيطها من التسعينات. طيب أنت كم لك تعمل في هذا العمل أنت شخصيا؟ من 2006 2007 كذا. عمر يعني. طب متى تعلمته؟ فين عندك ذاكر فين تعلمت العمل ذا؟ في المكان ذا كمان؟ في المكان هذا يعني وانا ادرس اول ثانوي. الحين خلصت الجامعة. وانت في هذا المكان يعني؟ في هذا المكان يعني في 2006 للان احسب 14 سنة. طيب ايش الذي بدأت تتعلمه في البداية ذيك الايام؟ عندك ذاكر؟ كنت بديت اتعلم الزمن العربي الصغار. اها. اول ما بديت اتعلم على الصغار. وبعدين منا لما بدينا اشتغلنا الكبار. طيب ايش اسالك، التفاصيل هذه التصاميم هل هي تصاميم قديمه ولا انتم ابتكرتوها يعني؟ تصاميم قديمه. اول ما يعني جابت واحده زبونه معنا، جابت موديل طبقنا له. بعدين الموديل عجب الوالد فطبقنا منه وعرضنا للبيع
ماشي تمام. يا سلام. هذه كيف قلت لكم العمل انه جاءت واحده جاءت واحدة معها زنة خيطتها لها خياطة قديمه. جابت عندنا طبقنا عليه. اشتغلنا منه شفنا له مرغوب عند العجائز بالذات خصوصا والقبائل، حتى العجائز اصحاب صنعاء القديمه نفسهم يلبسوا منها. طبقنا العمل هذا فجينا ولو يعني على واسع نطاق، فبدينا نشتغل منه. والان مستمرين؟ لو كان طلب لا مستمرين منه. طيب انا شي اسالك سؤال، مثلا الان موديلات الموضه، الموديلات اللي جات من الخارج، هل حدت من شغلكم مثلا خف عملكم ام ما زال السوق حقكم ماشي؟ ما زال السوق مستمر، زين العربي مكانه يعني الموسم حقه مستمر طوال السنه. بس الحين في التطورات الاخيره في ازياء شعبيه الذي ابتكروها ومنها موديلات وازياء بدينا نطبق منها ويعرضون منها في الخارج. هذا الشيء قبل ما نتكلم عن العرض بالخارج، هل انتم هذه التفاصيل القديمه القصات والموديلات هل انتم جددتم ولا لسه محتفظين عليها؟ لا في تجديد كل يعني ما يجي من اسبوع في ابتكارات، يعني في لمسات تغييرات حاجه بسيطه. بس يظل التفصيل عربي قديم. التفصيل عربي قديم، ولا حتى الازياء الشعبيه الجديده الحين في تعدل ما بين الزي هذا والزي هذا، لمسات حاجه بسيطه بس. يا سلام. طب من فين تجيب القماش؟ هذا القماش يعني القماش نشتروه من عند التجار، هذا القماش العربي الذي يطلع. ايش يسمونه القماش هذا؟ اندلسي. الاندلسي قماش المليح، يعني بنقشات محدده يعني. ولا حتى الزنا العربي ما ينفع الا النقشات هذه. ما ينفعش قصدي هذا القماش تفعلوه منه تفصيل اخر. ما ينفعش. ما بيطلعش حلو. فالقماش هذا كله عربي اغلبيته يعني. يا سلام. طب انا شي اسالك، انت قلت لي انه البضاعه حقكم تصدر للخارج تعرض، احكي لي يعني. في من الزنا العربي هذا من الذي اشتروهن في اول ما عرض في الدلال. بمسلسل الدلال في السعيده اخذوا من هذا الازياء ولبسوهن من عندكم يعني؟ من عندنا. انتم فصلتوها هذه؟ فصلناها نحن. وبعناها للسوق الواحد اسمه ابو هاشم. هو جاب لهم. فاشتغل منه كثير. عرض بعدين بالخارج كيف؟ عرض منه في مسلسل الدلال الشهري من بداية مسلسل الدلال. مسلسل الهفة. في حق سد الغريب موجود منه. يعني في المسلسلات لما كان انتم اشتغلتوا لهم المسلسلات؟ اشتغلنا نحن. فلهذا كيف وبعدين من المسلسلات انتقلت بضاعتكم للخارج؟ في مسلسلات في ناس يعني حتى من الجيل الجديد بنات شباب يشوفون يعني المسلسل او الشيء الذي لابسه القديم، تاخذ فكره تقول لك يعني ربما تلبس منه، تجي تشتري منه تلبسه. بس انت الان تتكلم انه بضاعتكم عرضت في الخارج، شاركتم في معارض خارجيه؟ مش احنا شاركنا، احنا اشتغلنا الناس هم شاركوا. يا سلام، هذا اللي اقول لك يعني. احنا اشتغلنا الناس ازياء شعبيه واخذوا من هذا الزنا العربي والكل وعرضوهم في الخارج، في مهرجانات وفي ابو ظبي وفي الامارات اشتغلوا منه كثير. يا سلام. طيب ايش اللي يخليكم تشتغلوا بهذا العمل مثلا؟ هل هو حب العمل؟ الفكره انه تراث تاريخي قديم ام كيف؟ يعني ايش الذي خلاك تشتغل العمل هذا؟ اول ما جاء لنا الموديل فاخذنا فيه ان احنا نشتغل منه، في رغبه عند الناس او عند العجائز بالذات، الرغبه زي هذا ومكان قال يعني الرزق السهل ما فيش احسن منه. طيب انا اقول لك شغله، فانا مذيع مثلا وانت خياط، لو قلت تتعلم الخياطه حقك دي المهنه، ايش تنصحنا في البدايه؟ ايش تشتي لها؟ يعني اول شيء انصحك انه يكون عندك حب التعليم. والشيء الثاني الصبر. المهنه تشتي صبر هذه. ايوه اكيد، لانه ضروري يكون في عندك وازع انك تحب تتعلم المهنه هذه. والشيء الثاني انك تكون صبور لما تتعلمه. طب هي مهنه تشتي تركيز ولا تشتي جهد ذهني ولا جهد عضلي؟ الرغبه، اذا انت راغب للعمل بتطبقه. يا سلام. هي اذا ما هلش الرغبه مش تبدعش باي حاجه طبعا، بس هي تشتي لها جهد ذهني كمان اعتقد، تركيز، تقطيع. كيف الموديل هذا كيف اول شيء يتعلم اول شيء كيف تحرك الماكينه، وبعدها بتشتغل اي شيء، عربي فرنسي اي حاجه بتشتغل، ازياء اي حاجه بتشتغلها. بس لازم تبقى متخصص يعني. اول شيء انك تتعلم كيف تشتغل الماكينه وتمارس على الماكينه وبعدين خلاص. بعد تتخصص بهذه يعني، مش بعد تقوم تهبش واضيع ساعه فصل فرنسي ساعه عربي. ما ينفع. شو قال لك صاحب المهنتين كذاب حقيقي. طيب انا اسالك سؤال، انه السوق حقكم الان رغم كل هذه التطورات اللي حاصله في الموضه ما زال ماشي؟ ما زال مستمر. هل مثلا بس في صنعاء القديمه ولا مثلا في حد مثلا اسواق اخرى تمشوا؟ انا زي ما قلت لك اول انه اكثر الذي يلبس الزنا هذا هم القبائل، تمام؟ وفي العجائز حق صنعاء القديمه الاصل ما يلبس الا من هذا، يقول لك زنا عربي.
جيبها لها فرنسي ارواب هذا تقول لك ما تشي ماشي لها زنا عربي. والعجائز يعجبها الزنا العربي لانه في بها جيب. اهم حاجه الجيب عنده. هذا ما يميزها يعني. ما يميز الزنا العربي انه في عنده جيب. يا سلام. الزنا العربي هي نفس القميص حق اصحاب تعز، بس اللهم ان الفارق ايش؟ البنسات. هذا من اللي هنا. الكسرات الذي في الصدر. هذه الكسرات يعني. الكسرات ولا هو نفس القميص تماما، ايش في به؟ اللهم انه زاد البساطات فقط الذي فوق. هو شوف انا بالنسبه لي سهله بس تطبيقها صعبه، انا عارف انه بتقول لي زي القميص التعزي بس لو قلت تطبيقها صعب، صح ولا لا يعني؟ ايوه، وبعدين تختلف مقاسات واحجام. اكيد المقاسات موجود جميع المقاسات. اي طب التحديث مثلا ايش حدثتم مثلا؟ هل غيرتم؟ ايش ضفتم؟ في مثلا دالحين زبائن يجوا يشتوا يغيروا اللي يعملوا عكس للموديل كذا. يعمل لك مثلا يد مكرمش، الجانب زي يد الزمزمه، مقلب مكرمش، ولا جابوا مثلا من المصاون ولا الستاره. بالذات في الاحتفالات حق المدارس تجي معها مصاون وستاره تعمل لك زي عربي. بس الله مني تعمل له تحديثات اليد مكرمش، الصدر هنا مقلب على كرماشه، هنا عملت له كرامش. بس هذا هي بس هذه التعديلات. طب انت لما تبدا تصمم تخيط هذه الزنه تبدا من فين؟ تبدا تقص، اشرح العمليه. اول شيء اول ما ابدا بالكم. هذا الكم. هذا الكم. ابدا اطبق القبضات، بعد التخاريص. بعدها الفكه. لما يكون كم جاهز. وبعد ما اكمل الكم ارجع الجانب. اطبق يكون الجانب جاهز من ولا. يا سلام. بعدها ارجع ابدا الكم الثاني. الجنب الثاني امسك الصد والظهر. ابدا افعل العراوي حق الازرار، البنسات، هذا وارجع الفكه. كم تاخذ منك وقت انك تخيط يعني مزنه كامله؟ ساعه الا ربع. زنه كامله. اللي يقص انت ولا واحد ثاني معلم؟ الوالد. هذه عمل اخر القص اعتقد. القص عمل اخر، يجي مقصوصه جاهزه واحنا نشتغله. والقص اعتقد هو الاساس في المهنه. ايوه اكيد، لانه القصاص يجي كل شيء جاهز، انت ما عليك الا تطبق. قد معروف كل شيء مفصل. هو اللي ياخذ المقاسات بشكل دقيق. ياخذ المقاسات بشكل دقيق، انت تطبق بس. يا سلام. تتمنى تورث هذه المهنه لعيالك؟ يعني لا جاوبنا يعني كدو الوضع الذي احنا عايشين فيه مضطر انك تامن مستقبله، على الاقل انه يعيش مع مهنه بكرامه، اقل حاجه مع مهنه بيده. ولا الشخص يقول لك علم ابنك مهنه ولا يعني علمه المهنه، يكون على الاقل مع حاجه. يا سلام. وهو شوف ما حد يعلم ابنه المهنه الا اذا هو مهنته كانت حلوه ويحبها ومردودها كويس نوعا ما، لكن لو مهنتي كانت متعبه ومردودها مش كويس ما ورثهاش لابني يعني. فهمت؟ طيب انا يقول لك شغله، مثلا اي حد يشتي زنان عربيه يمنيه اصيله بهذا الشكل الجميل، فين مكانكم؟ مكان المحل جنب الجامع الكبير فوق. هذا المعمل. هذا المعمل ايوه. والمحل الاساسي فوق. بنروح هذا اول بناخذ تفاصيل هناك. طب بناخذ هناك عنوان المحل. انا اشكرك جدا واسف اخذت من وقتك، والله يخلي لك عملك ومهنتك يا صديقي حبيبي. هذا المكان الصغير يحافظ على الأزياء النسائية التقليدية ولديه رواق كثير بحسب ما يقول صاحب هذا العمل. نحن الآن طبعا في المعرض، هذا المعرض حقكم تعرضوا الأدوات. هذا الأدوات. طب هذا إيش قلت لي؟ يمكن تشرح لي هذا زنا عربي البيع جاهز. قدو جاهز؟ قدو جاهز. هذا قماش أندلسي وهذا استرتش وهذا النوع الصيني. وهذا النوع الصيني. أيوه. هذا وهذا حق الزبائن الذي يجيبوا هم القماش، يجيب القماش والوط ونحن نشتغل على الطلب الذي يشتري. يا سلام. هذا اللي تعرضوا به حقكم الادوات، هذا المكان. أيوه. طب ايش اسالك سؤال، قبل 2011 كان في سواح وكان قبل 2011 كان في سياح يجوا لهنا من جميع الدول الاجنبيه، فكان ياخذ الزنا العربي كذا يلبسه بس لبس ينبهروا، تطلع على جميله فتاخذه باي سعر. كانت تعجبها كيف يعني تصميم الزي العربية والزي التراث القديم. يا سلام. طبعا بيندهشوا حقنا. طب الآن الحرب والظروف اللي حاصلة أثرت على شغلك؟ يعني أثرت بس مش بالشكل يعني الحمد لله العمل مستمر والزنا العربي ماشية، يعني في القبائل وكذا الآن مستمرين يشتروا منها. بس اللهم السياحة خفت. السياحة خفت بس. يا سلام. هذا موديل واحد كله؟ هذا كله عربي، كله نفس الموديل. كله نفس الموديل. منه تختلف المقاسات. والقماش والتشكيله.
بس تشكيلات ايوه. وهذا قلت لي الزباين يجيبون لكم؟ الزبائن الذي يجيبوا القماش والقياس واحنا نشتغل له عليه. طب صديقي، اي احد يشتي زنه يمنيه قديمه بشكل جميل، فين مكانكم؟ جوار الجامع الكبير، قبلة الجامع الكبير، الخياط، الزنان العربي. يا سلام، اذا واحد شيتو كم رقم تليفونك؟ تاه يا اخي. 770 970 901 اه او 371339 عشان نوصلك للناس اكثر بس يعني. الله المستعان. لانه انت ابن مهراء ولا متعلم سنه، وانت ابن مهراء حقيقي. اشكرك جدا، شكرا جزيلا لك، سمحت لنا نصور عندك في المعمل في المحل. بأي وقت. شكرا جزيلا حبيبي، في امان الله. ستظل هذه الأزياء الشعبية خاصة باليمن، وستظل هذه البلد هي الدهشة الحقيقية التي لا تكتمل ولا تنطفي. مشاهدينا الكرام، هذه حلقة اليوم من ابن مهراء ولا متعلم سنة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، في أمان الله.